السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن درس جديد في أول دروس الهندسة للصف الأول الإعدادي بعنوان مفاهيم هندسية. هنتكلم في درسنا النهاردة عن 3 حاجات. أول حاجة هنتكلم عنها هو الخط المستقيم، بعد كده هنتكلم عن القطعة المستقيمة، ثم هنتكلم عن الشعاع. طيب، بالنسبة للخط المستقيم، أول حاجة معنا في درسنا النهاردة بيعرف الخط المستقيم بأنه عبارة عن خط يقع عليه عدد لا نهائي من النقط، والسهمان يشيران إلى أنه يمتد من الجهتين بلا حدود. طب تعالوا نبص على الرسم كده، ده شكل الخط المستقيم، بيقع عليه عدد لا نهائي من النقط والسهمان يشيران إلى أنه يمتد من الجهتين بلا حدود. أدي السهمان أهو، في الجهة اليمنى يمتد بلا حدود، ومن الجهة التانية يمتد بلا حدود. طيب، نرمز له بالرمز ايه؟ نرمز له بالرمز أ ب خط مستقيم، وخلي بالي من شكل الخط المستقيم. يبقى نرمز له بالرمز أ ب خط مستقيم أو ب أ خط مستقيم. تاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي القطعة المستقيمة. القطعة المستقيمة هي عبارة عن مجموعة من النقط، يبقى عبارة عن مجموعة من النقاط لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية ويمكن إيجاد طولها. طيب تعالوا نبص على الرسم كده، ادي شكل القطعة المستقيمة، لها نقطة بداية لها نقطة نهاية يمكن إيجاد طولها. أي حاجة لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية على طول يمكن إيجاد طولها. طيب نرمز لها بالرمز إيه؟ نرمز لها بالرمز أ ب قطعة مستقيمة، وخلي بالي من العلامة، أو الرمز ب أ قطعة مستقيمة. الحاجة التالتة معانا النهاردة هنتكلم عنها وهي الشعاع. الشعاع هو خط له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية ولا يمكن إيجاد طول. طيب لو بصينا على شكل الشعاع كده، له نقطة بداية أهو وملوش نقطة نهاية، السهم يمتد ما لا نهاية. طيب هنا له نقطة بداية، أيوة، يمتد بلا نهاية. طيب نرمز له بالرمز أ ب شعاع أو ب أ شعاع، وخلي بالي من العلامة. هناخد مراجعة بقى عن ال3 حاجات اللي خدناهم النهاردة. الخط المستقيم هو عبارة عن خط يقع عليه عدد لا نهائي من النقط والسهمان يشيران إلى أنه يمتد من الجهتين بلا حدود. ادي يمتد من الجهتين بلا حدود. القطعة المستقيمة عبارة عن مجموعة من النقاط لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية ويمكن إيجاد طولها. ادي نقطة البداية اهو ونقطة النهاية اهو، إذا يمكن إيجاد طولها. تالت حاجة معانا هي الشعاع، خط له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية ولا يمكن إيجاد طول. طب تعالوا نبص كده علاقة القطعة المستقيمة والشعاع بالخط المستقيم. طيب ادي شكل الخط المستقيم، طيب وشكل القطعة المستقيمة قدامنا اهو. شكل القطعة المستقيمة ده جاية منين؟ القطعة المستقيمة أ ب هي مجموعة جزئية من أ ب خط مستقيم. تعالوا نبص كده نشوف أ ب هي كانت جزء من الخط المستقيم أ ب. طيب ايه علاقة الشعاع بالخط المستقيم؟ أ ب شعاع هو مجموعة جزئية من الخط المستقيم أ ب. طيب تعال نبص الشعاع ده جاي منين؟ جاي جزء، مجموعة جزئية من الخط المستقيم. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.